اوقات البلمونري امبوليزم مش بيشوف الجلطه نفسها في الشريان الرئوي الا نادرا لو قريبه، لكن بيكشف تاثيرها على القلب اليمين. ايه بقى اللي بندور عليه في البلمونري امبوليزم؟ ممكن يظهر في الايكو الرايت فنتريكولار ديسفانكشن او سترين، البطين الايمن بيكون متضخم وجدرانه مش قادره تنقبض كويس، بيظهر اكبر من البطين الشمال. فلو جينا نشوف الرايت فنتريكل على الليفت فنتريكل ريشيو بيكون اكبر من 1. وممكن يظهر معانا بارادوكسيكال سيبتال موشن، الحاجز اللي بين البطينين اللي هو الانتر فنتريكولار سيبتم بيتحرك غلط، بيتحول ناحيه الشمال بسبب ضغط الدم العالي في البطين اليمين. وممكن كمان يظهر معانا التراي كاسبيت ريجورجيتيشن، ارتجاع في التراي كاسبيت فالف بسبب تمدد البطين الايمن برضه، ونقدر هنا نقيس منه ضغط الشريان الرئوي البلمونري ارتري بريشر. ممكن كمان يظهر معانا ماكونالز ساين، ودي بتكون علامه كلاسيكيه جدا، فبنلاقي فيها هايبوكينيجا اللي هو ضعف في الحركه في جدار البطين الايمن كله مع حفظ الحركه الطبيعيه في الابيكس.